يا وهوبا، الله الله على التسديده وهوبا، يا نهار ابيض. من يوم ما وعينا على الدنيا وبدأنا نشجع كورة واحنا عارفين ان ديربي القاهرة اقوى واشرس ديربي في افريقيا والوطن العربي، وكمان مصنف من اقوى 10 ديربيات على مستوى العالم، وكمان بيتحكم الديربي في مزاج ملايين من الناس لمدة كبيرة اذا كان بالحزن او بالفرح. انه ديربي الرعب، ديربي الاهلي والزمالك. تعال نرجع بالسنين شوية لورا ليوم 9 فبراير سنة 1917. كان اول ماتش يجمع الديربي، كان ماتش ودي وخلص 1-0 لصالح الاهلي، ولكن اول ماتش رسمي كان يوم 19 نوفمبر سنة 1922 وخلص بالتعادل السلبي. كان ديربي القاهرة زي اي ماتش لحد سنة 1936، وبدأ الديربي من عند اللاعب عبد الكريم صقر اللي لعب 4 سنين في الاهلي، بعدها راح الزمالك، ومن قبلها كمان سنة 1917 حصل نفس الموضوع مع اللاعب حسن حجازي الملقب بأبو الكرة المصرية، ومن ساعتها الغل والكراهية بدأ ما بين إدارة الفريقين، بس اتخلق لمشجعين متعة